بيان إلى الرأي العام في مأساة جديدة تضاف لمعاناة الشعب السوري بكافة مكوناته وأطيافه، من عانى من خلال سنوات الحرب والتهجير والتشريد والقتل من قبل الجماعات الإرهابية والاحتلال التركي الذي لم يوفر وسيلة في اضطهاد شعوب هذه المنطقة، والمعاناة جراء هذه الكارثة الطبيعية المدمرة. فباسم تجمع نساء زنوبيا نعزي أنفسنا ونعزي ذوي الضحايا الذين قضوا تحت الأنقاض نتيجة الزلزال الذي ضرب كل من باكور كردستان وتركيا وسوريا في 6 من الشهر الحالي، والذي راح ضحيته الآلاف من الأشخاص. وبعد ذلك لم تفسح الدولة التركية والسورية المجال أمام المنظمات الإنسانية والمساعدات بالدخول إلى مناطق شمال وشرق سوريا المحتل من قبل الاحتلال التركي هذه المنطقة المنكوبة، وهذا ما أدى إلى فقدان الكثير من الأشخاص لحياتهم وبقاء الكثيرين تحت الأنقاض. وما حصل من كارثة إنسانية نتيجة هذا الزلزال المدمر الذي تسبب في كارثة أزالت مدنا عن بكرة أبيها، وقد وصل عدد الضحايا إلى 36,832، وهذه ليست حصيلة نهائية، وقد كان العدد الأكبر من الضحايا هم من السوريين سواء في تركيا أو في الشمال السوري، وما يزال عددا كبيرا من الضحايا تحت الأنقاض لم يتم إخراجهم أو التعرف على هويتهم، وقد كان هناك عدد منهم على قيد الحياة يستغيثون لإنقاذهم من الموت المحتوم، ولكن بسبب السياسات دولة الاحتلال التركي والحصار الجائر المفروض على المناطق المنكوبة من قبل النظامين التركي والسوري اللذان منعان دخول فرق الإنقاذ والمساعدات الإنسانية من قبل الإدارة الذاتية ومناطقها ومن دول العالم، والتي نبت النداء بوجهتها، ولكن عكس كل التوقعات تقوم تلك الجهات بفرض شروطها وإعاقة العمل الإنساني، كما قاموا بسرقة المساعدات المقدمة للمناطق المنكوبة رغم كل المحاولات من قبل الإدارة الذاتية لإدخال المساعدات الإنسانية للمناطق المنكوبة المتضررة وإخراج الضحايا وإنقاذ الأرواح التي كانت تستغيث تحت الأنقاض، وبعيدا عن كل السياسات والنوايا إلى أنها قوبلت بالرفض. وأن المرأة السورية ضاقت الأمرين جراء الحروب والنزاعات المسلحة وما أصابها من أذى ودمار مادي ومعنوي وعلى جميع الأصعدة، حيث تعيش في هذه المرحلة معاناة جديدة بسبب الزلزال، فقد فقدت الأب والأخ والابن وتركت بلا مأوى. إننا في تجمع نساء زنوبيا نرفض وندين كافة هذه السياسات والممارسات التجارية التي يتعرض لها الشعب والبشرية للخطر الخاص في مثل هذه الكارثة البشرية، والتي تسببت بها سياسة أردوغان بحربه الخاصة بقيامه بقطع المياه واحتجازها عن شمال وشرق سوريا وبناء عدد كبير من السدود والبحيرات، ما تسبب في تسريب المياه إلى جوف الأرض وحدوث هذا الزلزال. كما ندين ونستنكر السياسات التي قامت بها الدولة التركية حيال أهلنا الكرد في المناطق المنكوبة، حيث تركت المناطق الكردية بدون مساعدات في هذه الكارثة، ولم تتم إرسال فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف والمعدات اللازمة لإخراج المدنيين من تحت الإنقاذ، بل تم توجيه المساعدات إلى مناطق معنية. ولكن ما قام به أهالي شمال وشرق سوريا من تقديم المساعدات ومد يد العون إلى أهالينا في المناطق المنكوبة هو خير دليل على أخوة الشعوب والعيش المشترك الذي لطالما نادى وطالب به وتحقق بفكر وفضل القائد عبد الله أوجلان، والتي تسعى الدول المهيمنة لفرض سيطرتها على الشرق الأوسط وضرب هذا المشروع
وهذه الأخوة والعيش المشترك. إننا نناشد منظمات المجتمع الدولي بمد يد العون للمناطق المنكوبة وفتح جميع المعابر لإدخال المساعدات، ونوجه نداء إلى أهالينا المتضررين بأن بيوتنا هي بيوتهم وأبوابنا مفتوحة لهم، هم أهلنا. وفي النهاية نعزي أنفسنا ونعزي جميع أهالي الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى. دمتم ودامت سوريا حرة ديمقراطية تعددية لا مركزية. مع تحياتنا التولية 16/2 إشباط 2023.